ضيفي العزيز النهارده واحد من نجوم هذا العالم، نجوم عالم العظام، الجراحات المتخصصه في الاعوجاج العمود الفقري. النهارده مبدع يعني في ادائها ما شاء الله. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور يحيى البرمبولي، المدرس والاستشاري لجراحات العظام والعمود الفقري، استشاري جراحات اعوجاج العمود الفقري، زماله جراحه عظام الاطفال وتشوهات العمود الفقري الكنديه، زماله جراحه العمود الفقري المتقدمه الانجليزيه. اهلا بيك يا دكتور يحيى. اهلا وسهلا. منورني، ربنا يخليك. ومخوفني لانه الموضوع ده بيني وبينك يقلق قوي. حلقه مثيره جدا، بس الاول احكي لنا ايه هو اعوجاج العمود الفقري؟ اسبابه، هل هو وراثي ولا لا؟ السلسله من الاسئله الاولانيه اللي انا بدات بيها. تمام. هو طبعا المقدمه اللي حضرتك قلتها دي جميله جدا، لان هي قطعت شوط كتير من الموضوع. قصه احد النوتردام ومخليه ازاي الايقونه دي وازاي هو كان منبوذ في المجتمع بتاعه. نرجع للسؤال اللي حضرتك قلته، يعني ايه اعوجاج عمود فقري؟ هو طبيعي عند معظم البني ادمين ان العمود الفقري بيبقى سلسله الفقرات كلها فوق بعضها، يعني في فقره فوقها فقره فوقها فقره فوقها فقره. عند بعض الناس بنلاقي الكلام ده مش ماشي كده، بتلاقي الفقرات التسلسل بتاعها غير منطقي فوق بعض. تلاقي واحده اللي فوقيها مش فوقيها على طول، اللي فوقيها مش فوقيها على طول، متزحزحه. انا معايا موديل هنا على عمود فقري فيه اعوجاج. الفقرات طبيعتها بتبقى شكلها شبه مربع كده فوق بعض، واحده فوق الثانيه. بعد كده للناس اللي بيحصل لهم اعوجاج بتلاقي الفقره بدل ما هي بقت مربعه بقت ويدج شيب، يعني فيها حته اكبر من حته ثانيه. فبالتالي لو احنا جبنا اعتبرناها زي قوالب الطوب، واحده فوق الثانيه لكن هم غير مكتملين او فيهم نقص بسيط، فالاعوجاج يبتدي يحصل. وطبعا البني ادم ما ينفعش يقف بالميل، يعني حضرتك نادر اول ما تشوف بني ادم مايل كده، عاده بيبقى البني ادم واقف. فالعمود الفقري علشان يعوض الميل البسيط اللي موجود في جزء تاني بيعمل اعوجاج فوقيه علشان يظبط الايه البوزيشن بتاع البني ادم واقف مظبوط كده. فتلاقينا بالتدريج ابتدينا ايه يحصل بقى، بدل ما كان في فقره واحده بقى فقرتين، بقى فقره 3 4 لغايه ما يدي الشكل الاعوجاج. بدل ما العمود الفقري يبقى مستقيم يبقى في لفه كده. وكمان مش مجرد لفه، ده هو بيلف، يعني بياخد شكل جانبي وكمان بيلف يعني حوالينه، يعني حوالين الاكسس، يعني بدل ما هو جاي على اليمين بس لا هو جاي ولافف كده. فتلاقي الضلوع دي رجعت لورا، والعمود الفقري ده بدل ما في النص دخل على القفص الصدري، فقلل المساحه بتاعه القفص الصدري، فغير الشكل بتاع القفص الصدري. وكمان القلب بدل بقى في مكانه بقى في مكان اخر. فالاعوجاج ده الاعوجاج بصورته اللي بتحصل بالتدريج، عشان كده معظم الناس ما بتاخدش بيها. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور يحيى البرمبولي، المدرس والاستشاري لجراحات العظام والعمود الفقري، استشاري جراحات اعوجاج العمود الفقري، زماله جراحات عظام الاطفال وتشوهات العمود الفقري الكنديه، وزماله جراحات العمود الفقري المتقدمه الانجليزيه. نورت الناس الحلوه. ربنا يخليك. خليكم دايما مع الناس الحلوه.